على أرضه وبين جماهيره نادي السماوة يخسر في مبارياته الافتتاحية أمام ضيفه نادي الصادق البصري ب3 أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة القدم وعلى ملعب السماوة الأولمبي. شوط المباراة الأول نزل السماوة بقوة وضاعوا أكثر من هدف محقق، لكنهم لم يستمروا حيث بادر الصادق البصري إلى هجمات عكسية واستطاعوا من تسجيل هدفين عن طريق اللاعب علاء رحمن لينتهي الشوط بهدفين للصادق مقابل لا شيء للسماوة. شوط المباراة الثاني في بدايته حصل نادي السماوة على ركلة جزاء نفذها سيف عبد الأمير ليسجل الهدف الأول للسماوة، واستمر الفريقين بتبادل الهجمات، وفي وقت الإضافي سجل الضيوف هدف ثالث عن طريق اللاعب حسين رياض لتنتهي المباراة ب3 أهداف للصادق مقابل هدف واحد للسماوة. الملعب انتم كما شاهدتم الارضيه كلش تعبانه، وهاي بصراحه احنا كنا يعني كان عندنا بصيص من الامل نفوز على هيك ارضيات، على اعتبار اللاعبين ما متمرسين، الكادر التدريبي ما محسب هاي الحسابات. اول مبروك فريقنا الصادق، الف مبروك. هاردك فريق السماوه شو ما قصروا. الحمد لله فريقنا طبعا صعوبات ارضيه الملعب ما ساعد، بس الحمد لله حصلنا 3 نقاط. فريقنا شبابي الحمد لله، فريق السماوه من الفرق الممتازه، من فريق ينحسب له الف حساب، قدموا مباراه ممتازه، واحنا ان شاء الله فريق نستاهل، وان شاء الله نطمح للاعلى. مباراه صعبه، منافس صعب بارضه بين جمهوره، فريقنا اتمنى له الشبابي اكثر. 3 نقاط مهمه بدايه المشوار، الحمد لله والشكر. المدرب نفسه شخصيا انه ما جاي يوظف اللاعبين بصوره صحيحه، والدليل الهدف الثالث اجى يعني طريق كلهم من ضاغطين في مكان معين، يعني في ساحه الخصم، وراحوا واحد وقولوا. المهم هي مباراه اولى هاي للفريق، واكو مباريات بعد تقريبا 17 مباراه. السماوة أضاع أول 3 نقاط في رحلته للصعود إلى دور الممتاز. لبرنامج صباحكم رياضي، فارسي وهامي المثنى.